آدم شاب في أواخر العشرينات بيعمل محتوى غريب على يوتيوب، بيصور أماكن مهجورة ويكشف أسرارها. في يوم جاله إيميل من مجهول فيه عنوان بيت في حارة قديمة جدا في شبرا، ومع الإيميل رسالة قصيرة: لو عندك قلب روح هناك بعد الساعة 12 بالليل، بس خليك مسجل بالكاميرا، لو خرجت احكي للعالم اللي شفته. آدم استغرب، بس التحدي شدة، خصوصا إن صاحب الرسالة معرفش اسمه وصله على الإيميل الشخصي اللي محدش يعرفه. يوم الخميس الساعة 11:50 بالليل آدم وصل أمام بيت قديم متهالك، شكله يخلي أي حد يلف ويرجع. لكن هو دخل. أول ما دخل حس إن في حاجة غلط. الجو برد فجأة مع إننا في الصيف. الكاميرا بدأت تعمل صوت تشويش غريب، والصور تهتز شوية. في الدور الأول لقى صور قديمة العيلة واقفين في فرح، بس وشوشهم مش باينة، متشوهة بالكامل وكأن حد مسحها بقوة، بس الصورة سليمة تماما. وفجأة سمع صوت ضحك خفيف جاء من فوق. آدم رفع الكاميرا وهو بيترعش وطلع على السلم، بس كل ما يطلع سلمة الصوت بيقرب أكتر، لحد ما وصل لآخر دور ولقى باب أوضة مقفول عليه دم متجلط. بوينت فتح الباب لقينا حاجة واحدة بس على الأرض، كاميرا قديمة شغالة وعليها تسجيل مكتوب عليه: آخر لحظة ليا في الدنيا. أول ما شغل التسجيل ظهر شاب تاني بيصرخ بيقول: مش أنا اللي فتحت الباب، الباب هو اللي فتحني. وفجأة التسجيل قطع، الكاميرا بتاعت آدم طفت من نفسها، وصوت نفس الضحكة رجع، ووراه باب الأوضة اتقفل لوحده بعنف.